ده هو الجزء الثاني من حكايه اوتوشي، وعرفنا قبل كده ان اوتوشي عنده قوه النمر الاسطوريه وانضم للمنظمه وخلاص بقى واحد منهم، بس في ناس عاوزين يخطفوه ولحد دلوقتي احنا مش عارفين هم مين، بس اكيد له علاقه بالقوه بتاعته. وكفايه لحد كده، ويلا بينا نكمل الحكايه بتاعتنا. وبنشوفهم وهم واقفين في شرطي بيخش عليهم، ودوت اللي بيجيب لهم المهمات عشان يحققوا فيها، ووقف قدامهم وقال لهم عندنا مهمه جديده للمنظمه والمطلوب ان انتوا تتحركوا بسرعه. وساعتها تاكيدا عرف كل التفاصيل وقال لهم روحوا مكان الجريمه وحاولوا تجمعوا الادله وبلغونا على طول. فقالوا له تمام ومشوا بعد كده. واول لما وصلوا هناك العيال كانت مذهوله جدا وبيقولوا ازاي دوت حصل. بنشوف العربيه متكسره بجدار عالي قوي والجدار متدمر على الاخر. وساعتها بصوا لبعض وقالوا هي ازاي خبطت هناك كده؟ هي الدنيا حصل لها ايه؟ هي العربيات بقت تطير كمان ولا ايه؟ وواحد من الناس اللي كانوا واقفين عرف ان كينزو تبع المنظمه وقرب منه بسرعه وقال له انا عارف العربيه ديت طلعت هناك كده ازاي. وبدا يحكي له ان في عصابه في المنطقه ديت ومشهوره انها بتعمل اسمده، بس مش اي اسمده يا صديقي، لا دي اسمده نيتروجينيه واللي بيستخدموها في صنع القنابل. وطالما ان العربيه طلعت المسافه دي كلها وكل اللي جواها ماتوا يبقى اكيد هم اللي عملوا كده. كينزو قال له تمام شكرا ليك وانا هروح اسالهم بنفسي. ايتوسون صدم وقال له تسال مين؟ اكيد مش هيقولوا هم اللي عملوا كده. بس كينزو بص له وقال له الحقيقه هتبان قدامك دلوقتي ومالكش دعوه باي حاجه. والمهم راحوا هناك عند العصابه وايتوشي كان خايف ومرعوب، اما كينزو كان واقف قدامهم ولا همه اي حاجه وقال لهم انا تابع المنظمه وجيت اسالكم عن الجريمه اللي حصلت ديت. هو انتوا اللي فجرتوا العربيه وقتلتوا الناس اللي جواها؟ فالعصابه قالت له لا احنا ما نعرفش اي حاجه عن الموضوع دوت. ساعتها بص لهم وقال لهم تمام شكرا ليكم وانا اسف على الازعاج ويلا يا ايتوشي نمشي من هنا. الناس كلها بصت لبعض وحسوا ان في حاجه غلط بس مش عارفين هي ايه. واول لما طلعوا ايتوشي بيقول له كان باين عليهم ان هم بيكذبوا واكيد هم اللي قتلوهم، انت صدقتهم ازاي بالسرعه ديت؟ بس كينزو بص له وقال له هو انت مستعجل على ايه؟ كل حاجه هتبان لوحدها. وفجاه وهما بيتكلموا العصابه طلعت عليهم من كل حته وفي واحد اتقدم وقال لهم طالما انتم مشيتوا بالسرعه ديت يبقى اكيد معاكم دليل يثبت ان احنا اللي عملنا كده، بس للاسف انتوا هتموتوا دلوقتي. كينزو ساعتها بص لاوتوشي وقال له مش قلت لك يا عم ان الحقيقه هتبان لوحدها؟ وبعدين بص على العصابه وقال لهم شكرا ليكم ان انتوا جيتوا عندنا واعترفتوا بالجرائم بتاعتكم وانا بجد ممتن ليكم. ولسه ما كملش كلامه هوبا ضربه في راسه خلته يقع على الارض. ايتوشي كان واقف لوحده ومرعوب وقال يا حلاوه دول كلهم عاوزين يموتوني. بس ساعتها كينزو قام تاني والكل كان مصدوم ازاي قدر يقوم بعد الضربه ديت. بس كينزو مسح الدم اللي عليه وقال بقى كده شكل الذوق مش جايب معاكم نتيجه، تمام انا هعلمكم الادب دلوقتي. وهوبا شال العربيه اللي جنبه وضرب عليهم بكل قوته ونزل عليهم ضرب بكل غباء وخلص عليهم على طول. ايتوشي كان واقف ومش مصدق نفسه وقال ايه الجمدان ده كله يا ابني؟ هو انت كنت مخبي ده كله فين؟ وبعدين ايتوشي اتصل على تاكيدا وقال له على كل اللي حصل وقال لهم تمام تعالوا يلا على هنا. والمهم رجعوا تاني بس كلهم اتفاجئوا عشان ده زي كان رجع وقالوا له هو انت كنت فين الفتره دي كلها ولا تكون بتحاول تموت نفسك تاني ولا ايه؟ بس ده زي قال لهم لا انا عرفت مين اللي حط المكافاه على النمر وكل المعلومات بقت معايا في الفلاشه ديت. ايتوشي قال له هما مين؟ ده زي رد عليه وقال له النقابه اللي بتضم اخطر مستعملي قدرات في العالم. ولسه ما بيكملش كلامه سمعوا صوت طياره نازله عليهم ونزلت في نص الطريق وما كانش في حد هممهم وطلع منهم 3 اشخاص وبصوا على اصحابنا ودخلوا على قائد اكازاوا والزعيم بتاعهم كان اسمه فرانسيس وقعد يتكلم شويه عن نفسه بس كان عاوز يقول لهم ان هم اقوياء جدا ومحدش يقدر يقف قصادهم. بس القائد ما كانش في باله الكلام ده كله وقال له لخص يلا وقول انت عاوز ايه. فرانسيس طلع شنطه الفلوس من جنبه وقال له شايف شنطه الفلوس دي كلها؟ خدها بس المقابل ان انا هكون مدير منظمه، يعني كل حاجه هتعملوها واي قرار هتاخدوه هيكون باذن من دلوقتي. وكان عاوز يعمل كده عشان ما حدش يقدر يوقف الجرائم اللي هو ناوي يعملها. بس القائد مسك نفسه بالعافيه وقال له لا انا مش هعمل كده. بس فرانسيس طلع الساعه بتاعته وقال له طب خد دي كمان انا كده كرمك على الاخر. القائد اتعصب عليه تاني وقال له انا رفضت طلبك مره ومش عاوز اعيد كلامي تاني يلا امشي من هنا. فرانسيس اتعصب هو كمان وقام وقال له اللي مش بعرف اخده بالذوق بجيبه بالعافيه وخلي بالك انت واصحابك عشان اللي جاي دمار وانت واقف في وسط النار. وسابه ومشي. كينزو راح معاهم عشان يوصلهم ولما يركبوا الاسانسير نزلوا تحت. بس اول لما نزلوا كينزو ما كانش موجود. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وشكل في حاجه مش مظبوطه يا صاحبي. وبعدها بنشوف اعضاء المنظمه وهم واقفين وبيعرفوا ان كينزو اختفى وما ظهرش بعد ما راح معاهم. وكمان سمعوا في التلفزيون ان في ناس كتير اختفت من مدينه ومحدش عارف هم راحوا فين. القائد قال لهم انت هتاخدوا اجازه دلوقتي عشان محدش فيكم يحصل له اي حاجه، روحوا وارتاحوا ولو احتجت لحد فيكم هقول له على طول. تاني وايتوشي والنومي طلعوا يتمشوا في الشوارع وكانوا بيتكلموا عن القضيه وازاي الناس دي كلها اختفت. بس فجاه وهم واقفين نومي اختفت هي كمان وتاني طلع يجري ويدور عليها. وساعتها لاحظ ان في واحده واقفه ومختلفه عن الناس
كلهم، وعرف ان البنت دي كانت مع فرانسيس قبل كده وهجم عليها بسرعه، بس في لمح البصر هو واللي كانوا معاه راحوا لبعد تاني ومحدش كان فاهم حاجه. والبنت ساعتها بتضحك وتقول لهم اهلا بيكم في العالم بتاعي، كل اللي اختفوا موجودين هنا، وبتشاور على الباب البعيد اللي هناك وبتقول لهم لو عاوزين تنقذوهم لازم تلعبوا لعبه، ولو كسبتم همشيكم كلكم، بس لو خسرتم هتتحبسوا زيهم، ولو محدش عاجبه الكلام دوت يمشي، الباب وراه هو، بس لو مشيتوا هتنسوا كل اللي حصل هنا. وإيتوسو بيتعصب عليها وبيقول لها طلعيهم بسرعه، بس فجاه في دميه بتظهر والكل بيخاف وبيطلع يجري ومحدش كان قادر عليها. وساعتها بيبقى 3 وهو اوتوشي وتاني والراجل العجوز. لوسي بتقول لهم حلو كده، اللعبه هيبدا معاكم انتوا الثلاثه، والمفتاح اهوت، لو حد قدر يفتح الباب هيكسب اللعبه وكل اللي جوه هيمشوا هما كمان. فقالوا لها تمام، وبعد كده بدات اللعبه، ويا دوبك بتبدا في دميه بتيجي وبتخطف تاني وبترميه في الاوضه جنب الناس المخطوفه، واوتوشي كان واقف مرعوب، بس الدميه بتهجم عليه وفي اخر لحظه بيلف جسمه وبيستخدم قوته، بس هي ما بتسكتش وبتهجم عليه تاني والتالت، بس اوتوشي كان بيتفادى الهجمات بتاعتها وبدا يرمي عليها الهدايا اللي موجوده، وطلع يجري على الباب وكان لسه هيفتحه، بس المفاجاه ان المفتاح نفسه هجم عليه وضربه في وشه ووقع على الارض. وبنعرف ان دوت مفتاح سحري ومش مفتاح عادي خالص، والواد انصدم وعرف ان اللعبه ديت مفيش حد بيفوز فيها وكل اللي بيخش هنا بيخسر على طول، وهي اللي عملت كده عشان تخطف كل اعضاء المنظمه. وساعتها بيقول انا لازم اروح لدازاي واقول له على كل حاجه وهو اللي يعرف يتعامل معاهم، بس الراجل العجوز وقفه وقال له هو انت نسيت القوانين ولا ايه؟ اي حد هيمشي من هنا هينسى كل حاجه ومش هتعرف تقول لاي حد بره، والحل الوحيد ان انت توقفها وما تخافش، انا عندي خطه ليك. واداله حبل وعرفه الخطه بتاعته وقال له انا كده عملت اللي عليا. ايتوشي اخذ الحبل وهجم عليها بكل قوته، بس فجاه في دميه ثانيه بتظهر ولوسي بتضحك وتقول له هو انت مفكر ان انت هتمشي من هنا؟ يلا على الحبس زي اخواتك. وساعتها بتبص على الراجل العجوز وبتقول له انا هسيبك تمشي عشان انا قبضت على النمر، بس وقتها الراجل هالته بتزيد ويبص لها بصه واحده بيثبتها مكانها وبيقول لها هو انت مفكره ان انت حبست النمر؟ طب بص على الباب كده. وبتنصدم لما بتلاقي الباب المقفول كان صاب هو اللي عامله، واوتوشي كان ماسك في الباب ولسه ما اتحبس. واوتوشي بيقول لها مالك خايفه من ايه؟ ده انا هوريكي دلوقتي. وبيظهر الحبل اللي اخده من الراجل وكان رابطها بالحبل وبيشدها ليه وبيقفوا على الباب سوا، وبيقول لها انا مش عارف ايه اللي هيحصل دلوقتي، ويا ترى لو دخلت انا وانتي هنفضل محبوسين ولا ايه بالظبط، بس يلا بينا وتعالي لما نشوف ايه اللي هيحصل. وبيفك ايديه وبيخش هما الاتنين سوا، ووقتها القدره بتاعتها بتختفي وبيرجعوا كلهم للواقع وكل الناس اللي مخطوفه بتظهر هي كمان. وساعتها اللعبه بتخلص واوتوشي بيفوق، بس بيشوف لوسي وهي بتهرب منه، ووقتها اوزما بتجيله وتقول له وانت كنت فين ده كله؟ انا كنت قلقان عليك على الاخر. والراجل العجوز بيلاقي بنته وبيسيبهم وبيمشي، بس انت اكيد ملاحظ ان الراجل دوت مش سهل برضك. ايوه كده بتفهم يا صديقي، دوت هو زعيم المافيا واللي مشغل عنده كل الناس دي كلها، والكل بيعمل له الف حساب ومش عارفين هو يعمل ايه، والدنيا ولعت على الاخر. واوتوشي اخد اوزومي وقعدوا مع بعض، ولاحظ التليفون اللي بيتحكم في قوتها لسه معاها، وسالها هي ازاي قوتك بتشتغل وليه لازم تسمع اوامر عشان تفعليها. فقالت له ان الشيطان اللي عندها مش بتتفعل الا لما حد يرن عليها. والتليفون دوت كان اخر مره مع مين؟ ايوه مع اوكتاجو. بس فجاه وهما بيتكلموا التليفون بيشتغل وفي حد بيرن عليها وبيقول لها اقتلي الواد اللي جنبك، والشيطانه بتظهر على طول وبتضرب اوتوشي وبتصيب اصابه خطيره. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وبنشوف واحده اسمها ميساكي وبتكون عضوه في المافيا وبتروح على اوتوشي وبتضرب فيه وبتقول له اوزومي تبع المنظمه وانت مالكش علاقه بيها وانا هاخدها دلوقتي. اوتوشي كان بيحاول يمنعها ان هي تاخد اوزومي وبيزهق على الاخر وبيفعل كل قوته، بس في شيطانه ثانيه بتظهر وبتدي له واحده بتطيره وكمان واحده بتقطع صدره نصين وبتضربه في الجدار، والواد كان جايب اخره ومش عارف يعمل اي حاجه وخلاص شكلها دي النهايه. بس اوزومي وقفت ميساكي وقالت لها سيبيه وما تعمليش ليه اي حاجه وانا هاجي معاكي دلوقتي وهسمع كلامك على طول. وفعلا بتسيبه وبتمشي، بس هما ماشيين اوزومي بتحاول تقتلها بس ميساكي بتاخد بالها وبتوقف الضرب على طول. وفي اللحظه ديت اوزومي بتاخد التليفون بتاعها وبتبعد عنها على طول، وبكده هي تعرف تفعل قوتها وتتحكم في الشيطان بتاعها وبتديله الاوامر عشان تهجم عليها. والشياطين هما الاثنين بيهجموا على بعض، بس ميساكي بتروح لها وتقول لها هو انت نسيتي اصلك ولا ايه؟ نسيتي كل الجرائم اللي انت عملتيها؟ ده انت اللي قتلت ابوك وامك. والبنت بتفتكر كل حاجه ومش عارفه ترد عليها ولا تعمل اي حاجه. واوتوشي كان بيحاول يمنعها ان هي تمشي بس خلاص سابته ومشيت، واتباع ميساكي بيحضروا هما كمان وخلاص هيمشوا. وفجاه في عربيه اتحدفت عليهم، وايوه ده كده وصل هو وكنزو، وبيروح على اوتوشي وبيطمنوا عليه وبيعرفوا كل اللي حصل وبيستعدوا عشان يواجهوهم. بس في اللحظه ديت في اتنين من اقوى اعضاء النقابه بيوصلوا وقالوا لهم احنا اتباع فرانسيس، تحب تقول اي حاجه قبل ما تموتوا؟ وهوبا 4 كمان بيوصلوا وبقوا 6 من اقوى مستعملي القدرات في العالم موجودين. ويا حلاوه الدنيا ولعت على الاخر والكل خايف ومش عارفين هم يعملوا ايه، وساعتها بيهجموا عليهم بس انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ وفي اقل من ثانيه كلهم بيقعوا على الارض مكسرين، تاكيدا واوتوشي وكنزو وكل اللي موجودين بيقعوا على
الارض، والستة دمت بيسيبوا المكان ويمشوا ولا كانهم عاملين اي حاجه. بس على طول كيجي بتتدخل وبتنقذهم في اخر لحظه، والزعيم اكازاوا بيحضر هو كمان وبيكون متعصب على الاخر وبيسيبهم ويطلع بره، وبيتصل على تاكيدا ويقول له المكان اللي احنا فيه دلوقتي خطر علينا، عشان كده عاوزك تنتقل لمكان تاني انت وبقيه الاعضاء، وبكده محدش هيعرف مكاننا ويهجم علينا تاني. وفجاه وهو بيتكلم في ناس بتظهر وبيهجموا عليه، وساعتها بيقفل مع تاكيدا وبيقف لهم، واوتوشي بيقول لتاكيدا هو ايه اللي حصل بالظبط، فبيقول له في ناس بتهجم على الزعيم. فالواد بيتخض وبيقول له ما يلا نروح نساعده، بس تاكيدا بيطمنه ويقول له ما تخافش الزعيم هيخلص عليهم في ثواني. وفعلا الزعيم بيخلص عليهم ومحدش كان عارف يقف قصاده، وبيروح لواحد فيهم وبيعرف ان هم تبع المافيا وعاوزين يعرفوا مكان حبس ميساكي، وساعتها بيكونوا عرفوا مكانها وبيكونوا حاطين ماده على ايد الناس اللي هجموا عليهم، ومن خلالها قدروا يعرفوا مكانها. وزعيم المافيا بيتصل على واحد وبيقول له انا خلاص حددت مكانهم ودلوقتي الدور بقى عليك، وبيقفل معاه. وفعلا لما كان اكازاوا وبقيه الاعضاء بيحاولوا يعملوا خطه عشان يوقفوا بقى الناس ديت، القمار بتكتشف ان في واحد بيهجم عليهم، وكل لما يتقدم شويه القمار بتفصل لوحدها. واكازاوا ساعتها بيتضايق وبيقول للكاجي وكينزو روحوا اقتلوه على طول وما تخافوش من حاجه، انا هراقبكم من هنا ولو حصل اي حاجه انا هتدخل. فبيقولوا له تمام وبيمشوا ويسيبوه، وفعلا بيروحوا لهناك. والواد اول لما بيشوفهم بيقول لهم هو اكازاوا مستقل بيا ولا ايه؟ بعت لي اتنين زيكم ومفكر ان هو كده هيوقفني. كيجي بتتضايق منه وبتقول له هنشوف مين اللي هيوقفك دلوقتي، وبتهجم عليه بكل قوتها بس هو بيتفادى الهجمه بتاعتها. وكنزو هو كمان بيخلع عدو القط وبيحاول يصيبه، بس برضك بيتفادى الهجمه بتاعته وبيهجم عليه برجليه وبيطيره. ووقتها اكازاوا بيتدخل وبيتكلم معاه وبيقول له عاش عليك، هي المافيا بعتاك عشان تعطلنا وتعملوا اللي انتوا عاوزين تعملوه، قول لنا بقى انتوا ناويين على ايه والا هتموت دلوقتي. الواد ساعتها بيضحك ويقول له انتوا كده كده مش هتعرفوا تعملوا حاجه، فعشان كده انا هقول لكم على كل حاجه. انا بلغت اتنين من رجاله النقابه بمكان اتنين من المنظمه بتاعتكم، وهم دلوقتي في طريقهم هناك وهيقتلوهم على طول. وبعد كده ده زي واوتوشي هيروحوا عشان يساعدوهم، بس اول لما يوصلوا هناك رجالتنا هتظهر وتساعد النقابه وتقتلهم على طول، وبكده هنكون قتلنا اقوى ناس عندك. وقول لي بقى يا اكازاوا ووريني هتعمل ايه. اكازاوا بيقلق من اللي سمعه وبيبلغ كل الاعضاء باللي حصل وبيقول لهم اهربوا من المكان بسرعه. وفعلا نومي والبنت اللي معاها بياخدوا العربيه بتاعتهم وبيهربوا على طول، بس اعضاء النقابه بيوصلوا هما كمان. والواد دوت بيحط بذره في رقبته وبيطلع منها جذور كتير جدا وبتربطه بالغابه، وبيكون هما الاتنين حته واحده، ومن خلالها بيشوف كل حاجه وبيعرف مكان البنات اللي هناك وبيثبتهم بالشجر وبيرفعهم في الهواء وبيفضل يستهزأ بيهم، والبنات مش عارفه تعمل اي حاجه. والواد بيجهز كل قوته وخلاص هيقتلهم، بس انت متخيل ان هم هيموتوا؟ لا والله. فجاه بيظهر تاكيدا وبيدي الواد واحده والتانيه بيقطع الجذور اللي حواليهم، وتاني هو كمان بيروح يساعد البنات وبيطلعهم وبيخليهم يهربوا. وتاكيدا بيقف قصاد الواد وبيقول له وبيجهز نفسه عشان يقتله، بس الواد بيهجم عليه وبيوقع المسدس من ايديه، بس تاكيدا بيفعل قوته وبيطلع مسدس جديد وخلاص هيموته. بس فجاه الواد التاني اللي معاه واسمه رينو بيفوق وبيفعل كل قوته وما بقاش يتاثر بالرصاص، وبيطلع له دراعات غريبه جدا وبيمسك تاكيدا وتاني وبيعلقهم في الهواء. والواد ساعتها بيتواصل مع الغابه وبيقدر يحدد مكان نومي والبنت اللي معاها، وبيقول للتاني انا مسكت حبيبتك دلوقتي وعاوزك تفكر في كده انا هعمل فيها ايه. ووقتها تاني بيتعصب عليه وبيشوف عربيه جايه ناحيتهم وبيفعل قوته وبيعمل وهم للسواق وبيخليه يجي يضربهم. وفي اللحظه ديت تاكيدا وتاني بيستغلوا الفرصه وبيهربوا وبيروحوا يشوفوا بقيه الاعضاء، وبنات هما كمان بيقدروا يهربوا من الغابه وبيركبوا القطر وبيروحوا للمحطه عشان يقابلوا دازاي واوتوشي. وفعلا كانوا قاعدين مستنيينهم، ودازاي بيحس ان في حد بيراقبه وبيقول لاوتوشي خليك هنا انا هرجع لك على طول، وبيروح لمكان فاضي وبيقول انا عارف ان في حد بيراقبني اظهر يلا بسرعه. وساعتها في بنت بتظهر من وراه وبتثبته بالسلاح بتاعها، ويوكي بتظهر هي كمان. ودازاي بيضحك وبيقول لهم ايه اللي جابكم هنا، بس يوكي بتقول له انا جايبه لك عرض من القائد ارجع انضم لينا تاني وبقى المدير التنفيذي زي زمان. ودازاي بيسالها هو ايه اللي يخليه يضمني بعد ما طردني، فبتقول له القائد عاوز يحميك عشان في حد ناوي يقتل اعضاء المنظمه وهو مش عاوزك تموت معاهم. فدازاي بينصدم وبيقول لها مين، فبتقول له كيوي، فبينصدم اكتر وبيقول لها هي فين دلوقتي، فبتقول له اكيد راحت على ايتوشي. وفعلا كيوي بتروح لهم هناك وبتبدا تتحكم في عقل نومي والبنت اللي معاها وبتخليهم يهجموا على ايتوشي، والواد مش فاهم حاجه ومش عارف يعمل ايه وخايف عليهم ان هو يصيبهم، بس بيبدا يتعصب من اللي بيعملوه وكان هيقتلهم بايديه. بس المفاجاه ان كيوي كان بتتحكم فيه هو وبتخليه يهجم على اصحابه، وفي اخر لحظه ده زي بيوصل ويوقفه وبيحرروا من السيطره بتاعتها. وبعدها بيحاول يدور على كيوي بس بيشوفها وهي بتهرب من القطر، وايتوشي كان متضايق وزعلان ان هو كان هيقتل اصحابه، بس ده زي بيقرب منه بيقول له مش وقته دلوقتي استرجل يلا عشان في مسؤوليه ولازم تتحملها. وبيكون عاوز يروح لواحد صاحبه في الشرطه عشان يساعده يلاقي اوزومي، وبيقول لايتوشي يستناه هنا، وفعلا بيروح له وبيتكلم معاه. وفي نفس الوقت وايتوشي كان واقف مستنيه فجاه بتظهر عربيه بتخبطه وبيظهر فرانسيس
فرانسيس وبيضربه بسهوله وبيقول له ان القوه بتاعته مطلوبه وهو عاوز ياخدها منه دلوقتي. بس فجاه ايزومي بتظهر وبتهجم عليه بسرعه وبتنقذ ايتوشي منه وبيهربوا مع بعض. وبعدها بيروحوا المكان هادي عشان يعالجوا اصاباته. وهم قاعدين ايتوشي بيسالها هو انت كنت فين طول الفتره دي كلها؟ فبتقول له انا رجعت للقريه بتاعتي القديمه، ورغم ان هي متدمره ومفيش حد عايش فيها بس دي كانت احسن مكان استخبى فيه. وفجاه وهم بيتكلموا في عربيه شرطه بتقف قصادهم وايزومي بتروح لهم بسرعه وبتكون عاوزاهم يساعدوها ويوصلوها للمدينه عشان تعالج اصابات ايتوشي بسرعه. بس هم واقفين في بلاغ بيجي للظابط ان في بنت لابسه هدوم يابانيه وعندها 14 سنه، والظابط بيشك فيها وبيطلع سلاحه بس ايزومي بتاخد بالها وبتمنعه. وايتوشي ساعتها بيتدخل وبيقول لها يلا عشان نمشي من هنا. وهم ماشيين بيتفاجئوا ان فرانسيس وقف قدامهم وبيستهزئ بيهم وبيقول لهم ان هو لازم ياخد ايتوشي معاه. وقبل ما يتحركوا بيقتل ايتوشي طلقه في دماغه وبيوقع على الارض. وايزومي هي كمان بتتصف دراعها ومش عارفه تتحرك وبيقول لها وانت مفكره ان انت تعرفي توقفيني؟ والبنت بتعيط ومش عارفه تقول له حاجه. وساعتها بيسيبوها ويمشوا قدام عينيها. وبعدها الشرطه بتيجي وبتقبض على ايزومي. وفي جانب تاني اعضاء النقابه بيختفوا كيوي وبيوصلوها بكل شجر المدينه، وبكده اي حد هيلمس شجره هيتصاب باللعنه بتاعتها. وفرانسيس بيكون اخد ايتوشي في الطياره وبيقول له ان هو مش عاوز يقتله، بل بالعكس هو اكتر واحد عاوزه عايش، واهم حاجه بالنسبه له هي القوه بتاعته. وبيقول له ان قوه النمر بتاعته مميزه جدا وهو عاوز يستخدمها. بس المفاجاه الاكبر ان المدينه كلها بقت ملعونه وكل الناس بدات تفقد وعيها. وايتوشي كان خايف على الاخر وبيحاول يقنع فرانسيس ان هو يوقف اللي بيعمله بس هو بيرفض. وفعلا اللعنه بتتفعل والمدينه كلها بتنهار والناس كلها بتبدا تتحول لزومبي. وايتوشي كان متجنن ومش قادر يمسك نفسه. وساعتها لوسي بتظهر له وبتقول له حلو الاحساس دوت لما تبقى مش قادر تنقذ اي حد قدامك. ايتوشي بيعيط وبيقول لها ساعديني ساعديني بسرعه، انا حاسس بيكي وعارف ان انت بتعملي كده غصب عنك. بس هي بتقول له لا انت ما تعرفش ايه اللي حصل فيا عشان ابقى كده. وبتوريه الجروح بتاعتها بس هو كمان بيكشف قميصه وبيوريها الجروح بتاعته هو كمان وبيقول لها انا اكتر واحد حاسس بيكي. وفعلا بيقدر يقنعها ان هي تساعده. وساعتها بتفتح له باب من الطياره وبتديله مظله وتقول له روح انقذ المدينه. بس قبل ما ينط بتقول له ما تنساش ترجع تنقذني تاني. فبيقول لها تمام وبينط من الطياره. وساعتها الانذارات بتشتغل وفرانسيس بيتعصب على الاخر وبيأمر ان هم يقتلوه وبيبداوا يضربوا عليه من كل حته. وفعلا في رصاصه بتيجي في المظله وبتدمرها وخلاص كده هيقع على الارض. بس فجاه قوه النمر بتاعته بتظهر وبيروح لها وبيقول لها ساعديني المره دي تديني كل قوتك. وفعلا بتديله قوتها الكامله وبينزل على الارض نزله اسطوريه وبيعالج نفسه وبيبدا يقتل فيهم. بس هم مش سايبينه في حاله وبيضرب عليه في كل حته وهو بيحاول يهرب باي طريقه وبيكون خلاص مش قادر وخلاص شكلها دي النهايه. بس في اخر لحظه ده زي بيوصل وبيساعده وبيوقف اللعنه عن طريق الدميه وبكده بينقذ المدينه كلها. استنونا في بقية الأجزاء الجاية وما تنساش تصلي على سيدنا محمد واشترك في القناة واعمل لايك لو الفيديو عجبك ويلا سلام.